قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم 10 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه 5 إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. الباب الثاني من أبواب صيام التطوع، باب صوم 10 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. صوم 10 ذي الحجة أي ما عدا يوم العيد، يعني 9 أيام. وعن حفصة قالت رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء اليوم 10 من شهر محرم، والعشر المراد 9 من باب التغليب فقط، و3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة سفرا أو حضرا. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، أي لمن لم يكن واقفا بعرفة. وأما الواقف بعرفة على الرغم من هذا الأجر العظيم ومن هذا التكفير ل2 منهي عنه أن يصوم الإنسان يوم عرفة. وبعض العباد يجتهدون فيقولون: الغرض لئلا يضعف الإنسان عن الدعاء والذكر والإلحاح في الدعاء في عشية عرفة. وإذا كان الإنسان قادرا على ذلك وأن الصيام لا يؤثر فيه له أن يصوم. وهذا التعليل وهذه الرغبة رغبة مبنية على العاطفة وحب الخير، ولكن دائما العواطف وحب الخير يجب تقييد ذلك بالسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر وأخبرنا أن صوم يوم عرفة يكفر 1 الماضية والمستقبلة، مع ذلك نهى عن صوم يوم عرفة. ولما شك الناس كما سيأتي في حجة الوداع هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما يوم عرفة أم لا، لعلمهم شدة حرصه على صوم هذا اليوم، أرسلت إحدى فضليات الصحابيات أم الفضل كأسا من لبن أو قدحا من لبن على الأصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس فشرب، ليكون أسوة للناس وليخبرهم عمليا بأنه غير صائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا هذا الحرص على إفطار يوم عرفة
ومع وجود النهي لا ينبغي أن تحملنا العاطفة على مخالفة كل ذلك والتعليل بعلل الأصوليين بأن المسألة معقولة المعنى الضعف عن القيام بواجبات ذلك اليوم، ومن كان قادرا فليصم. هذا يعتبر مصادمة للنص ولا ينبغي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، اليوم 10 من شهر محرم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أن الصحابة جعلوا يشكون في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هو صائم أم لا؟ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. الخطبة التي هي وقت الظهر. قبل ذلك كانوا مترددين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فتبين لهم بعد ذلك أنه غير صائم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي نحن أهل الإسلام هذه الأيام عيدنا. ويوم العيد لا صيام، وهي أيام أكل وشرب، وفي لفظ آخر وذكر الله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذا نشغل تلك الأيام بالأكل والشرب بما أحل الله لنا شكرا لله تعالى، ونذكر الله ونكثر من ذكر الله بدل الصيام، ولا صيام في أيام العيد. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه